عليكم سادس. أخذنا في الفيديو السابق عن الحموض والقواعد والكواشف، وأخذنا أن خصائص الحموض طعمها حمضي وتغير ورقة تباع الشمس من اللون الأزرق إلى الأحمر ولا تؤثر في ورقة تباع الشمس الحمراء. وأخذنا أيضا خصائص القواعد أن طعمها مر وتغير ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق ولا تؤثر في ورقة تباع الشمس الزرقاء. اليوم رح نحكي عن خصائص الحموض والقواعد واستخدامات كل منها. نيجي نبلش في الحموض. الحموض يا سادس عندي حموض طبيعية وعندي حموض صناعية. عندي حموض طبيعية، تقسم الحموض إلى قسمان، حموض طبيعية وحموض صناعية. إيش يعني حموض طبيعية؟ الحموض الطبيعية اللي بتكون موجودة في الثمار والخضرة والفواكه. أما الحموض الصناعية اللي بيصنعها الإنسان. طب الحموض الطبيعية شو خصائصها؟ إنها مذاقها حمضي. يعني مثلا لما نجيب البندورة طعمها ايش؟ حمضي وتعتبر حموض طبيعية. اما الحموض الصناعية شو خصائصها؟ خصائصها اول شغلة لا نستطيع تذوقها. الحموض الصناعية يا سادس لا يمكن تذوقها، مش زي الحموض الطبيعية بنقدر ناكل منها. اذا الحموض الصناعية لا نستطيع تذوقها لانها اقوى من الحموض الطبيعية. 2 حارقة للملابس، يعني لو اجى حمض صناعي على ملابسك بيحرقهم. 3 كاوية للجلد، برضه لو حموض صناعية لمست جلدك بتكون كاوية للجلد. إذن الحموض تقسم إلى قسمان، حموض طبيعية وحموض صناعية. والحموض الطبيعية مذاقها حمضي، الحموض الصناعية لا نستطيع تذوقها وحارقة للملابس وكاوية للجلد. طيب أعطيني أمثلة على حموض صناعية. من الأمثلة على الحموض الصناعية عندي حمض الكبريتيك. من الأمثلة على الحموض الصناعية هذول مهمات: حمض الكبريتيك وحمض اللاكتيك وحمض الستريك. إذا من الأمثلة على الحموض الصناعية حمض الكبريتيك، حمض اللاكتيك وحمض الستريك. نيجي هلا على مين؟ على القواعد. أيضا القواعد تقسم إلى قسمان، قواعد طبيعية وقواعد صناعية. القواعد الطبيعية اللي بتكون موجودة وين؟ في المرامية، في البقدونسات، تعتبر قواعد طبيعية. شو خصائصها؟ طعمها مر. طيب نيجي على الخصائص الصناعية. شو خصائص القواعد الصناعية؟ القواعد الصناعية اللي بتكون من صناعة الإنسان. خصائصها: 1 لا يجوز تذوقها، يعني ما بصير إنه نتذوقها، لا يجوز أكلها. 2 لا يجوز لمسها لأنها كاوية للجلد وأيضا حارقة للملابس. وأيضا 3 كاوية للجلد. طب أعطوني أمثلة على قواعد صناعية يا سادس. أول مثال هيدروكسيد الصوديوم، البوتاسيوم. هيدروكسيد البوتاسيوم المثال الأول على القواعد الصناعية، هيدروكسيد البوتاسيوم، وهيدروكسيد الأمونيوم، وهيدروكسيد الصوديوم. خلينا مع بعض يا سادس نفتح الكتاب صفحة 70 ونبلش نحل أسئلة. ما الطعم الذي يميز ثمار الليمون والحصرم؟ طعم حمضي لأنه تعتبر حموض طبيعية. طب هل يتشابه طعم ثمار الليمون وطعم أوراق المرامية؟ لا. ليش؟ لأن الليمون حمض والمرامية قاعدة، فبيختلفوا عن بعض. هل تتوقع أن يحتوي الخل على مادة حمضية؟ نعم، الخل مادة حمضية، وأكبر دليل لما ناكله شو بكون طعمه حمضي. كيف تعرف ذلك؟ من طعمه أو من مذاقه. طلعوا لي على الشكل اللي هون. عندي استخدامات الحموض والقواعد. هلا نيجي على حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك هو من الأمثلة على الحموض الصناعية. ما استخداماته؟ صناعة البطاريات. إذا ما استخدامات حمض الكبريتيك؟ صناعة البطاريات. طيب نيجي على حمض اللاكتيك، أيضا هو من الأمثلة على الحموض الصناعية. ما استخدامات حمض اللاكتيك؟ صناعة الألبان. يستخدم حمض اللاكتيك في صناعة الألبان. تعالوا لي على حمض الستريك، من الأمثلة على الحموض الصناعية ويستخدم في صناعة العصائر. طيب تعالوا لي على هيدروكسيد البوتاسيوم، هو من القواعد الصناعية. يستخدم في صناعة ايش؟ في صناعة معجون الأسنان. يستخدم في صناعة معجون الأسنان. هيدروكسيد الأمونيوم من القواعد الصناعية، يستخدم في صناعة المنظفات. هيدروكسيد الصوديوم برضه من القواعد الصناعية، يستخدم في صناعة الصابون. تمام؟ طيب ما الحمض الذي يستخدم في صناعة بطارية السيارات؟ اللي هو مين؟ حمض الكبريتيك. إذا الجواب حمض الكبريتيك. طيب ما القاعدة التي يصنع منها سائل تنظيف الزجاج؟ هي سائل تنظيف الزجاج واسم القاعدة هيدروكسيد الأمونيوم. إذا هيدروكسيد الأمونيوم. طيب ما الحمض الذي يستخدم في صناعة العصائر؟ اللي هو حمض الستريك. طيب ما القاعدة التي تدخل في صناعة الصابون؟ هي هيدروكسيد الصوديوم.
هيدروكسيد الصوديوم. طيب ما الحمض الموجود في الألبان؟ هو حمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك. هي من الصور، بجاوب أنا من الصور يا سادس. ما القاعدة المستخدمة في صناعة معجون الأسنان؟ هيها هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم. طيب اكتب ملخصا لاستخدامات الحموض والقواعد. هيهم: حمض الكبريتيك صناعة البطاريات السيارات، حمض اللاكتيك في صناعة الألبان، حمض الستريك في صناعة العصائر، هيدروكسيد الصوديوم صناعة الصابون، هيدروكسيد البوتاسيوم صناعة معجون الأسنان، وهيدروكسيد الأمونيوم يستخدم في صناعة المنظفات، صناعة المنظفات. طيب يا سادس، خلينا ننتقل، أطور معرفتي ما بدي إياه، ننتقل على أقوم تعلمي وأتأمل فيه. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة الخاطئة. ألف: المركبات القاعدية طعمها ذات طعم حمضي. خطأ، المركبات القاعدية طعمها مر. صح. باء: يستخدم حمض الكبريتيك في صناعة بطاريات السيارات. صح. تستخدم الأمونيا في صناعة سائل التنظيف. هي الأمونيا أو الأمونيوم تستخدم في صناعة المنظفات أو سائل تنظيف الزجاج. صح. تحتوي الألبان على حمض اللاكتيك. هي الألبان تحتوي على حمض اللاكتيك، إذن صح. طب فسر وجود ملصقات تحذيرية على زجاجات الحموض في مختبرات كما في الشكل. إيش يعني هاي الإشارة؟ إنه طلع عندي سائل وصل على إصبع الشخص وإيش ماله؟ كوت جلد. إذن إيش؟ بحذرك إنه هذه مادة حمضية حارقة وكاوية للجلد. يعني إيش؟ لا يجوز لمسها دون قفازات، لا يجوز لمسها دون قفازات. تمام يا سادس؟ ولهون بنكون أنهينا درسنا، ويعطيكم ألف عافية.